كتل مسلحة دارت بين عناصر داعش من أهالي الحويجة وآخرين من الديالى بسبب أموال تم جمعها جنوب غرب المحافظة. وأضاف أن الاشتباكات التي وقعت في منطقة العباسي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف داعش الإرهابية. نفسه معنويات عصابات داعش الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك، وقد أسهمت في نشر الفوضى ونشوب الاقتتال فيما بينهم، مما أدى إلى مقتل قيادات بارزة ومهمة في هذا التنظيم الإرهابي نتيجة خلافات مالية وسلطوية بين عناصر ما يسمى بولاية ديالى وولاية قضاء الحويجة الذين تم انحسار نفوذهم في هذا القضاء. قيام مجموعة مسلحة مجهولة بقتل الإرهابي المجرم رماح، فاتهم دواعش ديالى بأن دواعش العباسي هم من قاموا بعملية اغتيال رماح، فنشأ بينهم اقتتال واقتتال قوي، وعلى أثره تم قتل حوالي من 25 إلى 35. وقبل هذه العملية قاموا أمس صباحا بإعدام 7 إلى 8 من دواعش العباسي لاتهامهم بأن لهم ضلع في عملية اغتيال الداعشي رماح. ناشطون مدنيون أشاروا إلى أن كارثة إنسانية يشهدها قضاء الحويجة بعد انعدام كل مقومات الحياة من الغذاء والدواء بسبب محاصرة الأهالي واتخاذهم كدروع بشرية، فضلا عن ارتكاب مجازر يومية بحق أبنائهم من قبل عصابات داعش الإرهابي. المعلومات التي تأتينا من مركز قضاء الحويجة أن الحويجة تعيش بكارثة إنسانية صحية، بل انعدام أغلب مقومات العيش داخل مركز قضاء الحويجة. هناك اشتباكات وخلافات داخل مركز قضاء الحويجة بين الدواعش حول المسؤولية ومنصب والي الحويجة، ونحن في الوقت نناشد رئيس الوزراء باستثمار هذه الاشتباكات والخلافات واستثمارها في تحرير قضاء الحويجة. الحياة تعود بعد غياب طال ل3 سنوات وهي تنبض بالأمل، حيث أن إطلالة فرحة العيد تزامنت مع فرحة النصر، فالجميع يعيشون الفرحة وهم ينضوون تحت راية واحدة اسمها العراق. فرحة العيد اليوم كبيرة جدا، تجد في وجوه الطفل والشيخ والمرأة نشوة نصر، انتصار كبير على داعش، اختلفت عن الأعياد السابقة، حتى وإن كانت أعياد لكن كانت صعبة، لا توجد بها لا فرحة ولا ابتسامة على وجه أي طفل في هذه المناطق التي تم اغتصابها. فرحة العيد الممتزجة بفرحة النصر أعطت نكهة خاصة لهذه المناسبة السعيدة في ظل ازدياد هزيمة وانهيار داعش الإرهابي. هذه الفرحة لم تخلو من الدعوات الرامية إلى تسريع عملية تحرير قضاء الحويجة وإنهاء صفحة هذه العصابات المظلمة. من كركوك محمد صقر، العراقية نيوز.